حياتي كلها وأنا باكل فول والحمص على الطريقة اللبنانية، واليوم قررت سويه على الطريقة البسكرية الجزائرية. دوبارا وصفة بتعقد. بتجيبوا لي حمص وفول يابس وبتنقعهم بمي قبل بليلة، وتاني يوم تسلقوهم بالمي. في اللي بحط كربونة، أنا الحمص بيستوي عندي كتير بسرعة فسويتهم على حرارة كتير واطية لمدة ساعتين ونص. الحمص والفول بحبوا ينسلقوا على رواق، خذوا ريحتكم بالسلق، وبعد السلق بتزيدوا عليهم كمون وقرن حر وما تنسوا الملح. يا جماعة شو يعني دوبارة؟ اكتبوا لي بالتعليقات. صرت عمتها بدقتها، زيدوا راس توم، فلفل أحمر، فلفل حر، كزبرة يابسة، كمون، وما تنسوا الملح. زيدوا عليها 3 بندورة مبروشين وزيت زيتون، وعلى جنب جيبوا كاسة فيها ملعقة صلصة وملعقة هريسة اللي هو الحر، وضيفوا عليه مية الحمص. وهيدا أحلى مقطع عندي، شوي شوي من كل شي على الماشي، شوية دقة مع شوية صلصة. زيدوا عليهم الحمص واخلطون مع شوية فول. يا ويلي على الروايح، حسيت حالي عند الفوال بس ببسكرة بالجزائر. غرام قلبي الحمص والفول من أطيب الأكلات والترويقة عنا بلبنان. زيدوا عليها كزبرة وبندورة وحر مقطع، ونهايتها شوية زيت زيتون مع حر مكبوس. يا سلام على المنظر، فصل الربيع كلياته بقلب هالصحن. يا أهالي بسكرة، شو هالطبق هيدا ما بينشبع منه. ولأني بحب التغميس نزلت غطس بالصحن. وهلأ قولوا لي، حتشجعوا تساووها؟